في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 24 من الشهر الجاري العديد من العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني. ففي إطار عمليات مكافحة الإرهاب أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 11 عنصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني. وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية 48 تاجر مخدرات، وأحبطت محاولات إدخال كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب تقدر ب8 قناطير و33 كيلوغراما من الكيف المعالج، فيما ضبطت 350 غراما من مادة الكوكايين و716,914 قرصا مهلوسا. وبكل من تمن راس وبرج باجي مختار وإنجزام وجانت وتندوف، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 184 شخصا، وضبطت 20 مركبة و150 مولدا كهربائيا و78 مطرقة ضغط و5 أجهزة كشف عن المعادن و10 أطنان من خليط الحجارة والذهب الخام، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب. في حين تم توقيف 15 شخصا وضبط 6 بنادق صيد وكميات ضخمة من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تقدر ب 166 طنا فاصلة 35 و18 قنطارا فاصلة 15 من مادة التبغ و17,377 وحدة من مختلف المشروبات، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني. من جهة أخرى، أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تقدر ب 35,156 لترا بكل من سكراس والطارف وتبسة وتمنراس وجانت، فيما تم توقيف 235 مهاجرا بطريقة غير شرعية من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.